إذا كان مثلا صينية الفتة بتاعت العيد الكبير، أول ما نرجع من صلاة العيد كده ونلاقي صينية الفتة السخنة كده وريحة طشة الثوم بالخل واللحمة كده محطوطة. يا جماعة الحاجات دي بجد بجد، يعني مثلا زي الأطفال الصغيرين لما كنا أطفال كنا بنبقى فرحانين جدا بلبس العيد وبنعامله معاملة خاصة بطريقة غير طبيعية. يعني بجد كان لبس العيد ده ليه طقوس جامدة جدا جدا جدا. يعني انا لما كنت صغير كنت بحط اللبس على السرير عشان ما يتكسرش وبفضل نايم على الارض لحد ما اسمع تكبيرات العيد. بعدين بلبس اللبس وبنزل، كنت بسلم على جد وابويا وامي والعيله كلها يعني، وبنزل اخد العيديه وبروح صلاه العيد. بعدين بنزور قرايبي وبعدها بقى ايه النومه بتاعتها بقى لحد ما العيد يخلص. بس كده.